السلام عليكم شباب حبايبي، بحبكم في الله وبتكلم والله لمصلحتكم. اخواتي الصغيرين بالذات اللي اجازتهم خلاص دخلت والامتحانات خلاص خلصت، للشباب اللي في الثانويه واللي اعداديه وبرضه بتوع الجامعات واللي داخلين لسه يجربوا الجيم. حابب بس افهم حاجه واحده، ليه اللعبه بتاعتنا دي بالذات لعبه تجربه؟ يعني لما بتروح تلعب اي لعبه، كاراتيه، كونغ فو، كرة قدم، باسكت، ايا كان اللعبه بتلعبها، لازم تروح تتدرب الاول تحت ايد حد مختص، تفهم الدنيا ماشيه ازاي، وبعد كده تبدا تشتغل لوحدك او ايا كان بقى تمشي خلاص زي ما انت شايف. لكن اللعبه بتاعتنا بالذات هي مجال للتجربه، اي حد بيدخل يجرب الدنيا. يعني ممكن يكون اتنين صحاب داخلين هما مش شبه بعض اصلا، ولا في الجسم ولا في الحجم ولا الهدف، ايا كان كل واحد ليه شكل مختلف، وتلاقيهم بيتمرنوا مع بعض وداخلين على كل جهاز يجربوه. الجهاز ده بتاع ايه؟ تعال نقعد كده ونشوفه ويجربوه. انت داخل متحف، ما ينفعش يا حبيب قلبي، ما ينفعش تجرب ايه؟ ما ينفعش يا حبيبي، دي يعني الكلام ده لا مجال فيه للتجربه. انت بتجرب على جسمك، بتجرب على هيئتك، بتجرب على صحتك، ما ينفعش يا حبيبي. لازم تتمرن تحت ايد مدرب. ومش بقول الكلام ده علشان انا بكون شغال في مكان علشان حد يجي يتمرن معايا، لا، انا كده كده شغلي اونلاين واتمرنش في حته ومتمرنش في حته. حاجه كمان، ما توضعش كل الحمل على المدرب، عشان ما تجيش تقول المدرب شايف حد بيعمل حاجه غلط ومش بيصحح له. هيصحح لمين ولا مين؟ وهيصحح لمين اصلا؟ يعني اللي داخل ده لا يفقه شيء، هيصحح له ايه؟ هو محتاج اصلا بناء ومحتاج وعي ومحتاج فهم ومحتاج اصلا يبتدي يحط رجله في المكان. فهيصحح ازاي؟ لو عايز حد اصلا يبتدي ينشئ له برنامج مش يصحح له. فالعيب مش على المدرب. حاجه كمان احب تشاركوني بيها، قولوا لي على اصحابكم اللي بيسوقوكوا في التمرين او بيقودوكوا في التمرين، اعملوا لهم منشن، حسبي الله ونعم الوكيل. خلاص، تحياتي. لازم تكون تحت ايد مختص في البدايات، تفهم الدنيا ماشيه ازاي، تفهم اتجاه العضلات ماشي ازاي، تفهم الحمل التدريبي شكله عامل ازاي. لكن انك تتمرن لوحدك وتجازف وتاخد صاحبك معاك ويلا نجرب ونشوف هنعمل ايه النهارده، وتقول لصاحبك ها هتمرنا ايه النهارده هو عازمك على الغدا، ما ينفعش يا حبيبي. ربنا يحفظكم، خدوا بالكم على نفسكم. تحياتي. ايه تاني ممكن نقوله؟ اقفل يا ابني.